ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم بكل حب وخير وفضل وسعادة وبركة. كل عام وحضراتكم بخير، وحلقة جديدة وإطلالة متجددة في منبركم الشارع المصري. دائما بنعيش ما بين الإيجابيات والنماذج القدوة الموجودة في المجتمع، وأيضا بعض السلبيات وتقويمها وتقديم الاقتراحات وبعض الآراء للحل والوصول إلى نتائج إيجابية، ودائما مستعينين بالله عز وجل ثم بشرفاء الوطن. وكلنا أمام الكاميرات وخلف الشاشات بنقول بصدق: معا في حب مصر، معا لبناء الوطن، معا لخدمة الوطن الغالي مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دائما بنسعد بالنماذج القدوة الموجودة في الشارع المصري، من محافظة أسوان وصولا إلى محافظات كفر الشيخ واسكندرية، مرورا بمحافظات الوسط وأيضا محافظات الصعيد. معانا شاعر جميل وشاعر مبدع له الكلمات والمعاني الجميلة، وهو في الأول تربوي وأحد سفراء العطاء في الشارع المصري، ابن مركز البداري محافظة أسيوط. شاعر الشارع المصري الشاعر الجميل حمودة دهمان. برحب بيك يا أستاذ حمودة. اهلا بيك يا دكتور، واحنا سعداء ان احنا معاك، ودي للمره الثانيه. كنا معاك الشهر اللي فات، وانت بصراحه افضل واحسن اعلامي أشكرك في التلفزيون المصري في عام أشكرك 2021، واحنا متشرفين بيك وسعداء ان احنا بنلتقي بيك. ان شاء الله نلتقي اكتر من كده. إن شاء الله نلتقي لنرتقي، ومقدمة مش توقعنا من حضرتك، ولكن بنسعد بكل أهالينا وإحنا من نسيج الشارع المصري، وكلنا بنجتهد في حب البلد والارتقاء بالذوق العام. الحلقة اللي فاتت أوجدت حراك وثناء وشكر لكلماتك الجميلة والبساطة والمعاني اللي احنا كلنا عايزينها النهاردة في الشارع، للشباب والأطفال والحبايبنا اللي بيتذوقوا الكلمات والمعاني. ده بفضل الله ثم بفضلك برضه يا استاذ ابراهيم، انت اللي بتساعدنا وبتقومنا، وكلماتك بتشجعنا، احنا بنجتهد مش شعراء، احنا بنجتهد حبيبي يا أستاذ حمادة. نبدأ ومن مصر دائما الأشعار الوطنية والحاجات اللي فيها قيم ومعاني جميلة، ألا وهي حب الوطن، ودائما يعني حب الوطن من الإيمان. فلو بدأنا قلنا أغلى حب عندي مصر. أغلى حب عندي هي، أغلى حب عندي هي، أمنها كفاية علي، أمنها كفاية علي، حضنها دافي وحنين، واسمها أجمل بهية، حبيبتي مصر. نيلها باقي شريان حياة، غصب عنه كل الطغاة، هيستمر ويزيد كمان بفضل رجالها وبعون الله. نعمة من ربي وهدية، نعمة من ربي وهدية، طول عمرها حرة وأبية، مهما يحاولوا يخطفوها بيلاقوها جامدة وقوية. خيرها على كل البلاد، في المحن بتلاقي ولاد بيحافظوا عليها ويسندوها، وايديهم دايما عالزناد. من طبعها الجود والكرم، على ارضها شوفوا كم هرم، واسألوا عنها التاريخ، عمرها اطول من الزمن. حبها معشش في قلبي، ما هي ابويا وبرضه امي، مهما اقول انا عنها موفي جميلها ولو بدمي. حبيبتي مصر. الله، جميل، كلمات ومعاني. ولو قعدنا نشرح في كل كلماتك هنعوز يعني تحليلات. أوجزت وأنجزت. عمرها أطول من الزمن. وفعلا يعني دايما يقول لك مصر جاءت ثم جاء التاريخ. كلمات جميلة ومعاني أجمل في حب مصر، وهو ده يعني المواطن المصري اللي بيعشق التراب. نعم نعم. مصر بالنسبة لك ايه؟ اما بنسمع دايما هاني شاكر، مصر بالنسبة لك ايه؟ أغلى حاجة. أغلى حاجة. نعم. تقول النهارده وحضرتك تربوي، ودائما اعرف يعني دورك التربوي والتعليمي الجميل، بتحبي دائما تغرس في اطفالك واولادك حب الوطن. النهارده رسائل نقدمها النهارده بقول لهم حب الوطن،
حب الوطن أغلى من نفسكم، لأن الوطن هو كل حاجة. ومهما كان في صعاب وفي آلام لازم نتحملها عشان المركب تمشي. وكل القادة اللي ماسكين مصر كلهم خايفين على مصر أكتر مننا، بس في قرارات بتبقى صعبة للصالح العام. يعني نتحمل وما يبصوش للمصلحة الشخصية الفردية. لازم الناس تبص للمصلحة العامة للبلد. وهو ده دائما استاذ حموده اللي انا بقول مصر تحتاج للاصطفاف الوطني. المرحله دي عايزين كله يتحمل وكله ايديه في ايادي بعض لصالح الوطن. من الام مصر الى الام الغاليه، امنا الحنونه اللي دائما اما بنسمع كلمات عن الام بنشعر بالحنين والشجن. فالحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الاب، النهارده تسمعنا بقى كلماتك الجميله ونعيش كلنا امام الشاشات والحديث والكلمات عن الام. أنا كتبت واحدة في عيد الأم. طبعا أنا أمي متوفية رحمة الله عليها وكل أمهاتنا. فيها إيه؟ أولا عيدت على الناس كلها بقول كل سنة وأمهاتكم جميعا طيبين طيبات، كل سنة وأمهاتكم جميعا طيبات وأنتم طيبين. بعد غيابك يا غالية، بعد غيابك يا غالية، غابوا كل الغالين، والحزن سكن قلبي وعشش فيه الأنين. ومين يمسح لي دمعي، ومين يشل همي، ومين لما اتعب يما يطبطب عالجبين، ومين يقتل خوفي، ومين يداوي جروحي، ومين في حضنه يما اتحدى بالسنين، ومين يدعي لي تاني، ومين يدعي لي تاني لرب العالمين. بس أمانة عليك، بس أمانة عليك تجيني بالله عليكي لو ثانية في المنام. أنا نفسي أبوس إيديكي، أنا نفسي أبوس إيديكي وأقبل الأجدام. أنا بدعيلك يا غالية بالرحمة والغفران. آمين آمين. كل سنة وأمهاتكم طيبات وأنتم طيبين. الله جميل. أي كلمات عن الأم بيبقى حديث الدفء، حديث الطفولة، حديث المشاعر والعواطف الجياشة الطيبة، حديث الحب بدون مصالح. الأم أما فقدناها كنا متخيلين إن هي غالية، لكن أما فقدناها يعني عرفنا وتأكدنا إن الأم هي كل حاجة. وده دائما بحب أقول بعض الكلمات أما فقدنا أمنا اللي بتبقى لحظة صعبة جدا الإنسان لما يفارق الأم، وخاصة لما يكون ليك ظروف وليك حياة مختلفة عن البعض في معيشتك مع الأم. فكنت بقول أماه بعد الوفاة، أماه ما عدت أشعر بالحياة، غربت شمس النهار والليل أين منتهاه. الأم رحمة الله عليها، ربنا يرحمها ويرحم كل أمهات المسلمين وأمهاتنا جميعا في مصر، ويبارك في الأمهات الموجودين، لأن الأمهات يعني الأم غالية جدا والأب غالي والأسرة كلها الدفء والحنين، البوتقة الأب والأم والأبناء. نفسنا نرجع تاني لتربية الأسرة وتربية البيت والطبلية. ما يقولوا فلان عنده أصل يعني متربي على طبلية أبوه، إنسان شبعان وإنسان عنده أصل. وهو ده من الأسرة هنروح لصاحبي والأصحاب، واللي بيعاني كتير من الاختيار الصاحب. تقولي للصاحب صاحبي، والاسم قال صاحبي، والاسم قال صاحبي، اللي ياما نصحته ونصحني، اللي ياما اديته سري، اول ما افتكر في الاضحى يفدي لقيته بيا بسرعة يفدي. وصاحبي والاسم قال صاحبي، اللي كنت فاكره اخويا وسندي، وكنت ممكن افديه بدمي، اول ما اشتد المي اتبخر هوا وما لقيتهوش
جنبي صاحبي، والاسم قال صاحبي، اللي ياما خففت جرحه وكنت دايما احترمه وقفله، اول ما غبت عنه لقيته طنش وتليفونه قفل. صاحبي والاسم قال صاحبي، اللي ياما تمنيت مصلحته وكنت دايما على طول في ظهره، اول ما اتعثرت حبه باعني في ثانيه علشان مصلحته. صاحبي والاسم قال صاحبي، اللي ياما حلف لي وحلف لي انه عمره ما يخون عيشي وملحي، اول ما خف جيبي صاحب غيري ونسي كمان شكلي وملامحي. صاحبي والاسم قال صاحبي. الله، جميلة جميلة. الصديق قبل الطريق، والأصحاب اللي احنا بنفتقدهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المرء على دين خليله، ينظر أحدكم من يخالف. نعم، من يصاحب. فبالتالي اما الانسان بيلاقي واحد صاحب قريب منه حاسس بحاجه جميله جدا، بيفضفض له، يشكي همومه الامه. الصاحب احيانا بيبقى احسن، يعني افضل من الاخ. رب اخ لم تلده امك. نعم. اعزائي المشاهدين، باسره برنامج الشارع المصري ابراهيم زيدان واسره البرنامج بيتوجهوا بالتهنئه لآل زيدان في العاشر من رمضان، الحاج زيدان بلتاجي زيدان، والحاج كمال بلتاجي زيدان، والحاج سامي بلتاجي زيدان، وعقد قران وزفاف بنته الغاليه، وايضا الحاج محمد زيدان وكل آل زيدان في العاشر من رمضان في زفافهم على نجل عائلات عبد السميع سلمان، وايضا التهنئه خالد عبد السميع ومحمد عبد السميع وإسلام عبد السميع. أجمل التهنئة وألف مبروك، وجمع الله أو بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نطلع لأسرة البرنامج مجهزة حاجة، سيد حمص وأيضا سيد البيلي، أسرة البرنامج بتوجهوا بالتهنئة لآل زيدان في العاشر من رمضان. نطلع نشاهد التهنئة ونرجع لكم. اهلي وحبايبي وناسي اللي مشرفني، لو غبت عنكم بحس روحي رايحه مني، ده بينا عشره وعيش وملح وكلمه حلوه، لو يوم بعدتي صدقوني ده غصب عني، يلي الاصول والجدعنه ده الطبع فيكم، في اي حته معروفين بيبان عليكم، تملي بالخير صدقين ومقامكم عالي، ايد واحده دايما كلكم تسلم ايديكم. نجدد التحية معكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي برنامج الشارع المصري. ألف مبروك لعائلات زيدان في كل مكان، ألف مبروك لعائلات زيدان في العاشر من رمضان، وشكر خاص للحاج زيدان بلتاجي زيدان، الأخ الكبير والداعم لنا، ودائما بيسعى لصلة أرحام والتواصل بين أفراد العائلة على مستوى الجمهورية، الشخصية المحترمة والراقية التي لا تحمل أي علامات استفهام، بنتوجه له بالتهنئة. وأيضا الحاج سامي زيدان والحاج كمال زيدان، مليون مبروك، ودائما ربنا يجعل بيوت آل زيدان وعائلات المصريين دائما بالأفراح عامرة. أستاذ حمودة دهمان، كنا بنتكلم قصائد جميلة عن مصر وعن الأم وعن صاحبي. برضه أهل قرية بلدي. طبعا بلدي القرية بتاعتي العجل الجبلي، أهلها وناسها كلهم بقدم لهم شكر. كل التحية لأهالينا الأفاضل، وأيضا مركز البداري ومحافظة أسيوط. مركز وكل صعيد مصر. قرية العقل القبلي. وبرضه بقدم برضه تعزية خاصة اللي يعتبر ابن أخويا، الحاج شداد عنتر لوفاة والده البقاء لله، الحاج عنتر علي عبد العزيز، عميد آل أسنان. نعم، الله يرحمه ويتغمده في رحمته ومثواه إن شاء الله الجنة. وبقدم برضه التعازي لابنه دهمان عنتر، وربنا يصبرهم يا رب. وشكرا ليك على هذه. هو طبعا الشارع فيه المصري، فيه الهموم والآلام، الأفراح والأحزان، وهي دي طبيعة الدنيا، سنة الحياة. سنة الحياة. نروح بقى للرومانسي. نسمع بقى زوجتك بتسمعك طبعا، سمعت الحلقة اللي فاتت في الرومانسي، تقول لها ايه النهارده؟ صديق زوجتي بتقول ايه؟
فاضل ساعات. فاضل ساعات. فاضل ساعات ونفتري. بتدينا في داهيه. اتفضل. فاضل ساعات. انت بتقول فاضل ساعات ونفتري مش جاي. ده خيال طبعا، خيال شاعر زي ما بيقولوا يعني. فاضل ساعات. فاضل ساعات ونفتري. يا خوفي قلبي يحترق من القهار، ويضيع العمر ويسرق والذكريات. وعدت ساعات والوقت فات وما فيش بديل عن الرحيل. صرخ الحنين زي الوليد ردت عليه دموع عينيا. اسألها هي قالت نصيب. طب ودعيني بالراحة وامشي، بس اوعي تنسي لحظة في هوايا ويايا عشتي. كان نفسي اقولك وحشاني كلك، بالله عليكي خليني ضلك حبة ساعات. فاضل ساعات. فاضل ساعات. ربنا يبارك دائما ويجمع ما يفرق كده يا رب، ونعدي عشان نهرب يعني من المناقشة الطويلة. ولكن الوقت نتكلم بقى ولا لا تبكي؟ لا تبكي. نسمع كلمات جميلة، والنهاردة شاعرنا الجميل حمودة دهمان، وكلمات بيغرد في كل الألوان والأطياف في بستان وكلمات الشعر الجميل. اتفضل. لا تبكي. لا تبكي فالبعد نتيجة محتومة. فلماذا نبكي على شيء لم نفعل شيئا لوجوده؟ فأراد الله تجمعنا وأراد الله تفرقنا، فتلك مسائل مكتوبة. فلا تبكي. لا تبكي. أنا أكثر شيئا يؤلمني أن تبقي ضعيفة مكسورة، يسيل الدمع على خدك وأغرق حزنا في همومه. أنا أكثر شيئا يسعدني أن تبقي قوية ممشوقة، لا تحني رأسك سيدتي لأي مصاعب ملعونة، ليكون شموخك رايتك وتكون همومك مهزومة. فلا تبكي. لا تبكي. فعلام اللوم على نفسك؟ أنا أعلم أنك معذورة، ظروف الدنيا تساورك وأسوارك عالية ملغومة. فلا تبكي. سأظل أحافظ على عهدك ما دامت روحي موجود، ولم أنسى أبدا فاتنتي، وسأحفر على صدر الصورة وسأبقى أردد كلماتك لتكون أجمل أنشودة. حبيبتي أنا أكثر منك تعذيبا، أنا شوقي لعينيك لهيبا، لو سار لحرق المعمورة. فلا تبكي. أنا أعلم كل حكايات، أتابع فرحك وأهاتك، وأعلم أنك مقهورة. فالحب سيبقى بداخلنا بنقائه أجمل أسطورة. فلا تبكي. فلا تبكي. لا. ربنا ما يجيب بكاء ولا يجيب حزن ولا يجيب فراق. دايما كنا بنتكلم ونقول الوقت والهالك القومي. نعمة كبيرة نعمة الوقت، ان احنا نستثمره ونستفيد بيه ونتكلم عن الوقت. وكلماتك الجميلة يا وقت، وانت بتنادي على الوقت. فلو هتكلم عن الوقت ورسائلك واللي حابب تقوله للناس عن الوقت وتوجههم لبعض حاجاتك، وده لون موجود في الشارع المصري، الكلمات الجميلة المعبرة والكلمات الموجزة والرسائل اللي بتحمل معاني ليهم. نتكلم ونقول يا وقت. تقول ايه؟ يا وقت. يا وقت اهدى بقى شوية، بالراحة شوية وحياتك. اهدى ده انا لسه محتاجك. اهدى ده انا لسه محتاجك. في حاجات كتير لساها، في حاجات كتير لساها ما اتعملتش.
عمال تعدي وانا ليا اماني في دنيتي باقيه لساها ما طرحتش. بتسرق ليه ايامي وتخطف مني احلامي؟ في لحظة لقيتني قدامي كبرت ازاي معرفش. امبارح كنت في شبابي واليوم بقيت واحد تاني وعدى العمر في ثواني وانا مدرتش. فبالراحة شوية وحياتك، بالراحة شوية وحياتك يا عم الوقت. امال جوايا ملهوفة ودنيا جميلة مرسومة وغنوة شوق مكتوبة لساها ما اتسمعتش. امال جوايا ملهوفة ودنيا جميلة مرسومة وغنوة شوق مكتوبة لساها ما اتسمعتش. انا عندي امل تاني تعيد حساباتك من تاني وتديني فرصة يا وقتي احقق كل احلامي في اقرب وقت. يا عم الوقت محتاج اهدى، ده انا لسه محتاجك في حاجات كتير لساها ما اتعملتش. جميلة جميلة، زي اللي بيقول الوقت فات والكلام زي السكات. كلماتك جميلة، كلماتك جميلة ولون موجود في الشارع المصري وكلمات اكتر. يعني كنا بنتكلم واحنا في الاعداد ان الغالبيه دي، حتى كنا يقول لك دي ده يغنيها هاني شاكر، دي تغنيها انغام، دي يغنيها شيبه. كلمات جميله ومعبره عن هموم والالام الموجوده في الشارع المصري. ساكون مثلك. ساكون مثلك. مثلك ولا مثلك؟ ساكون مثلك. نعم اتفضل. جاحد في الهوى سأكون مثلك. جاحد في الهوى ليس جفاء مني ولكن هو حب السير على خطاه. وسأسطر حروف نهايات وسأرحل عنك مبتلى فارس مهزوم بطعناتك. من نار جحدك قد استوى، من نار جحدك قد استوى وخاب ظنه من سخافاتك. نادم على عمر قد مضى في حضن عقمه وراءاتك. سأكون مثلك جاحد في الهوى وسأطوي كل صفحاتك وسأسلك طريق الجوى وأنسى كل حكاياتك وسأسكر بكأس الأنا وأحرر قلبي من ذاتك وألملم كل من بقى من عشقك في سلة زلاتك. سأكون مثلك جاحد في الهوى متلذذ بصوت أناتك عاشق مجنون قد ارتوى من ذل كلماتك. سأكون مثلك جاحد في الهوى متلذذ بصوت أناتك متلذذ بصوت أناتك عاشق مجنون قد ارتوى من ذل كلماتك. يطربني صوت الرجاء يمتعني حزن شوقك ولهفاتك. مارق قد مات قلبه بعدما سحلت مشاعره بسخافاتك. سأكون مثلك جاحد في الهوى ليس جفاء مني ولكنه هو حب السير على خطاه. جميل. يعني واحد بيحب وجاحد كمان، ده لما بيجي واحد بيكلم واحد يقول له يا جاحد، يعني انت ما فيش بعد كده. يعني واحدة بواحدة انا سأكون مثلك. انت عملت كده انا هبقى زيك. الدماغ الصعيدي بقى، لا ما اسيبش حقي. واحدة بواحدة. استاذ حمودة دهمان، انا اسف لاني الوقت مر مني لسه آسف. فنسمع بقى القصيدة الاخيرة. انا اسف انا مش قابل اسفك
آسف أنا مش قابل أسفك، مهما تقول وتبين ندمك، مهما هتبكي مش رح أسامحك، مهما تمثل مش رح أكمل لحظة في كذبك، يلي زمان كان غالي أو تمنك رخص الغالي في فضل عمايلك. آسف مش رح أعيش مع حد أناني، مش رح أعيش مع حد أناني كل طموحه يسرق أحلامي ويعلى ويكبر على أوجاعي. قول واتكلم مش رح أسلم. شوف لك قلب يليق على قلبك. روح بقى ما تضيعش في وقتك. آسف أنا قررت خلاص ونسيتك، انسى في يوم إني حبيتك، يلي بقلبي ياما دويتك، ابعد بقى يمكن تتعلم، يلي هويتك أنا مليتك. اسكت خالص مش هسمع لك. آسف أنا اللي آسف. الحلقة كلها أسوأ النهارده. وفي النهاية يعني نقول للسادة المشاهدين إحنا آسفين يا صلاح. خلاص نقول واحدة حلوة. النهارده سعداء بيك، وكلمات والوان موجوده في الشارع المصري. عايزين في النهايه كرجل ممثل لصعيد مصر ومحافظه اسيوط اللي بنكن لهم كل احترام، محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا وكل اهالينا الافاضل، الشارع المصري بصفه عامه، شمال وجنوب وشرق وغرب، تقولي النهارده لمشاهدينا اللي بيتفرجوا على الإعلام وشايفين بقى في أزمة ثقة في الإعلام والكثير من المنابر الإعلامية، تنصحهم النهاردة والأسر واللي متابعينا منذ سنوات، تقول لهم النهاردة في الختام؟ بقول لهم يعني حاولوا تختاروا البرامج والمذيعين والإعلاميين اللي انتوا ممكن تستفادوا منهم. يعني شغل عقلك وانت بتتفرج، ما ترميش ودانك كده وخلاص. لازم تستمع او تتفرج على الاعلامي اللي يفيدك في حياتك، اللي بيديك معلومة ممكن تساعدك تشق طريقك ازاي، او بمعنى اصح انه ما يلخبطلكش دماغك. لازم نلتزم بثوابتنا وبعاداتنا وبتقاليدنا وحبنا للوطن وحبنا لأهلنا وحبنا لبيتنا، زي ما بنحب بيتنا نحب قريتنا، نحب مركزنا، نحب محافظتنا، نحب مصر كلها. ومصر دي أمانة في رقبة الجميع، في رقبة الإعلاميين، لأنهم هم الإعلاميين اللي بيبثوا أفكارهم في عقول شبابنا وأمهاتنا وبناتنا وأولادنا. ودي أمانة يا أستاذ إبراهيم، وأنت إن شاء الله أديها. أشكرك شاعرنا وصديقي الجميل الأستاذ حمودة دهمان، نورتنا وشرفت منبر الشارع المصري. أنا اللي اتشرفت بيكم وسعيد خالص إن أنا مع سيادتك، وبشكر كل القائمين على قناة صوت العرب، لأنهم فعلا مثالا يحتذى به، وناس عندهم ضمير وبيقدموا معلومات مفيدة للناس، وربنا يحفظهم إن شاء الله، وبتمنى لهم التوفيق من كل قلب. أشكرك أستاذنا وشاعرنا الجميل. وأيضا شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، كل أسرة برنامج الشارع المصري، المخرج الجميل سيد حمص، وأيضا مدير التصوير سيد البيلي، والاستوديو محمد أبو ريان، ومدير القناة الأستاذ ساري الشريعي، والأستاذ سيد أبو النور، وكل الأفاضل. وإحنا في قناة صوت العرب بنجتهد نقدم المفيد والسعيد والجديد من خلال الممكن والمتاح، وكل كلماتي وكل حلقاتي وكل ما بأخرج يعني بتذكر زي ما كان شاعرنا النهارده حمودة دهمان بيتكلم عن الأم، كان بتقول له والله يا ابني يعني أنت كنت خطيب في المسجد وكان بيحضر لك 20 30 50 100 دلوقتي خلف الشاشة، ممكن يكونوا 100، ممكن يكونوا آلاف، ممكن يكونوا بالملايين. اتقي ربنا. فقالت لي خلي كلماتك
وبرنامجك حزب لله ثم خدمة للوطن الغالي، فدائما بنجتهد نقدم المفيد ونقدم الكلمات الجميلة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم في حديث صحيح: لأن يهدي الله بك رجل خير من حمر النعم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حلقاتنا برنامجنا الشارع المصري ما بين السلبيات، وبنعاني من عرض بعض المشكلات والتهديدات والمؤامرات، ولكن بنكمل في حدود الإمكانيات، وبرنامجنا دائما لله بنجتهد لكشف الفساد. وكنا عرضنا قبل كده مشكلة في الفساد، ولقينا تاني يوم الرقابة الإدارية في استجابة سريعة، ولكن مش كل حاجة بنعلنها. وأيضا قلنا بقى شوية يعني نماذج وشعر، وإحنا بنعيش ونستمتع في الشارع المصري بكلمات الشعر الجميل. النهاردة كان ممثل الصعيد، صعيد مصر ومحافظة أسيوط وكل محافظات الصعيد، بنوجه لهم بالتحية، وخاصة أهالينا في البداري وكل القرى، وإحنا أبناء القرية المصرية اللي دائما بتنجب العظماء. لهم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. وفي النهاية أيضا ببارك مرة أخرى للحج زيدان بلتاجي زيدان، أخويا الكبير وابن عمي، والحج سامي والحج كمال في عقد القران والزفاف. ربنا يبارك لكم يا رب، ويجمع العروسين في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ودامت ديار آل زيدان في العاشر من رمضان وفي كل مكان وفي كل عائلات الجمهورية بالأفراح عامرة. طابت أوقاتكم وتألقت بالحب والعطاء أرواحكم. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.